عندنا مفاجأة مرة حلوة ولقاء كلكم تحبوا انكم تشوفوه. هو اللي نجم منورنا في جدة اكيد الشامي اللي معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي، اهلا فيك. نورنا. نور نوركم ونور البلد يلي معبي الدنيا صراحة. انت طبعا شايف اليوم كيف الجمهور مرة كبير، كلهم جايين عشانك. مسؤولية مرة كبيرة صارت بكل الوطن العربي، قديش تحس بهذه المسؤولية وقديش تقلق منها؟ الأهم إني أنا حاسس مسؤولية على صعيد المملكة اليوم، لأنه أول حفلة، وهذا الشيء كثير مهم بالنسبة لإلي وشرف لإلي كفنان بقدم الأغنية الشامية العصرية اليوم على مسارح المملكة. فإن شاء الله تكون تجربة ناجحة والجمهور يكون مبسوط ونعاود ونضل نعيدها للأبد. انت انتشرت بالاغنيه الشعبيه العصريه والناس مره حابينك فيها، بس حاسس انه شويه بدك تجرب الوان ثانيه، جنرات مختلفه. أنا جربت، أنا طلعت عن المألوف بهي السنة. طلعت عن المألوف بتحت سابع أرض، شاركت مسلسل مع النجم تيم حسن. وكمان جربت أطلع عن المألوف بأغنية جيناك، والحمد لله هلا حسمع الجمهور كله عم بيغنيها. وجربت أطلع عن المألوف مع نجم الجيل تامر حسني، وقدمنا الأغنية المصرية والشامية مع بعض. واليوم بالأغنية القادمة حأرجع لحالي لأنه اشتاق لي جمهوري. بس دائما لازم كل فترة نطلع من حالنا شوي، نجرب اشياء ونشوف نحن طاقاتنا الموسيقية وين بتاخدنا. بجوز نصيب بجوز نخيب، بس الأهم إنه نحن دائما عم نقدم شيء جديد ومميز للجمهور. في طلبات كتير بديو لازم من بعد الأعمال الناجحة اللي صارت، فمين على بالك ديو؟ لو كان صوت نسائي مين حيكون؟ يعني صراحة في كتير أسماء أتشرف إني أنا أنزل معهم بعمل واحد. سلطان الطرب، أبو وديع، بتشرف بأصالة نصري طبعا. متى حكيت عنك حكي كتير حلو بالمؤتمر. ست الكل ما أطيب قلبها وقديش داعمة، ويعني نتعلم منها نحن صراحة. عبالي كتير أسماء يعني، وممكن القيصر كاظم الساهر وإلى آخره. إن شاء الله هيك ممكن بالمستقبل، ما بتعرف شو ممكن يصير. أنت محظوظ لأن هم كلهم يحكوا عنك حلو، هذا الشيء كتير حلو. مو سهل إنه فنان جديد وشاب يقنع النجوم الكبار بحاله ويكونوا بيحكوا عنه دائما بشكل إيجابي. خليني أسألك على الإنتاج اليوم. أنت بعد هذه النجومية الكبيرة والشعبية الكبيرة بالوطن العربي لازلت من غير شركة إنتاج كبيرة، قادر تكمل بعد هذه النجومية أو جالس بتبحث الموضوع؟ لا ولا ممكن انه انا ما كفي انتاج لنفسي، لانه انا شغوف بمهنتي. بحب انا تابع مرئياتي وصوتياتي وموسيقتي بادق تفاصيلها وانتجها بنفسي، وباليوم اللي ما حاقدر انتج موسيقتي رح اوقف. احكي لنا شو جديد عندك اخر شيء. هلا في عندي غنية جاية ان شاء الله من كلماتي والحاني ولاول مرة من توزيعي. هذا العمل رح يجمع كل طاقاتي الموسيقية بعمل واحد، ورح تكون عودة الشامي لأسلوبه الأساسي اللي الناس حبته فيه بعد عدة تجارب المميزة اللي أنا عملتها. فإن شاء الله هيك يا رب تعجبهم، بالإضافة إنه عمل أشياء كتير مميزة بالفيديو كليب، فبعتقد إنه هي نقلة نوعية. أكتر شيء الناس اشتاقت لك فيه ولا أنت تحبه وحبيت نفسك فيه؟ لك أنا كتير بحب هويتي وموسيقتي وما بحب كتير بعد عنها، وبحب إنه الناس متعلقة بهوية الشامي لأنه بيعتبروها هوية الشامي بين قوسين. أنت بتعرفي قديش مميز إنه الفنان يكون في له لونه الخاص واللي بيميزه، فلهيك لازم ضل محافظ عليه لجمهوري. نورتنا، شكرا لك حبيبة قلبي. النور نوركم، أنا بحبكم كتير، وإن شاء الله أول حفلة مش الأخيرة.